السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خطوة نستطيع القول أنها تدخل في إطار استحمار الشعب الجزائري ككل مرة. القنوات الرسمية الجزائرية تطلق بين قوسين ما يعرف عندنا بالسلوقية أو السلوقية على الشعب الجزائري من خلال فيديو مدعية أنه في منطقة عين العسة على الحدود بين المغرب والجزائر يتم من خلاله تمرير الحشيش إلى الأراضي الجزائرية. والحقيقة أن الفيديو قديم، سبق أن تداولته وسائل الإعلام الإسبانية قائلة أنه أنشئ على الحدود مع سبتة المحتلة من أجل تمرير السلع والراغبين في الهجرة السرية. ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الأمر هذا ونشرح الحيثيات ديالو، إليكم الفيديو الذي تدعي فيه القنوات الجزائرية أنه بينه وبين المغرب لتمرير الحشيش. كشف نفق سري يمتد من التراب المغربي نحو منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان، يستخدم من طرف شبكات التهريب المنظمة للمخدرات والسموم القادمة من المغرب. وحسب تلفزيون الجزائر فإن هذا النفق الذي تم اكتشافه يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ويرجح أنه استخدم خلال الفترة الماضية لتهريب كميات معتبرة من الكيف المعالج، وهي المادة التي تعد سلاحا لطالما استخدمه المخزن لضرب استقرار الجزائر. يأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من كشف نفق مماثل في مدينة سبتة على الحدود الإسبانية، والذي كانت تستغله شبكات تهريب مغربية إسبانية لتمرير البشر والممنوعات، وهو ما يؤكد وجود بنية تحتية سرية تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة المغربية بتواطؤ ضمني أو مباشر من أجهزة نظام المخزن. إيوا دخلنا عليكم بالله، الناس على من كيضحكوا، على من واش كيضحكوا علينا حنا ولا على الشعب ديالهم؟ الشعب ديالهم بداو كيعيقوا بهم، واخا باقين شي وحدين فيهم الأغلبية باقين كيتيقوهم، ولكن هنا العالم كله عارفهم. شوفوا الإخوان باش نكونوا واضحين، أولا هذاك النفق هو نفق صغير، ستيتو صغير، هذا كاينو في نواحي سبتة، وكاين فرق ما بين التضاريس ديال سبتة والتضاريس اللي كاينه في يعني على الحدود ما بين المغرب والجزائر. التضاريس ديال سبتة تؤهلك باش دير واحد النفق يكون صغيور، بحكم ان كاين تضاريس جبليه وكاين اشجار كثيفه ومتشابكه احيانا واعشاب والى اخره. يعني ممكن يكون نفق في واحد 10-20 متر بلا ما يحتاج انك تسقفوا بالسيما كما كيعملوا في الانفاق ديال غزه. هاد بالنسبه يعني بيننا وبين الجزائر الامر مكشوف، راه صعيب باش دير واحد النفق صغير. خصك اذا عملتي واحد النفق خصك القليله تعمل فيه واحد 500 متر، ولا نفرض تعمل فيه حتى كيلومتر ولا زوج. هاد النفق اولا شحال غادي يطلع لك؟ خصك واحد الميزانيه كبيره، الناس مهربين ما يقدروش ميزانيه كبيره، ولازمك ديروا بالسيما والسلك وهذا يعني بالاسمنت. ثانيا الا درتي اليوم غدا تصبح مفضوح، اش غدوز فيه؟ ما كاينش اللي غادي يعيق بك. هاد الناس اللي باقيين دايخين هادو امبوسيبل، يستحيل ثم يستحيل انه يكون نفق في الحدود ما بين المغرب والجزائر يتم من خلاله نقل سواء كان الحشيش من عندنا ولا دوك الأقراص المهلوسة من عندهم ولا السلع، ولا يستحيل. الناس كيضحكوا على الشعب ديالهم، جبروه، ولكن جبروهم كيصدقوهم. داكشي علاش دائما كتجبرهم يقولوا يجيو بأخبار بحال هذا الشكل والناس كتصدقهم للأسف. عموما أكتفي بهذا القدر، لا نعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعمونا في قناة قصص حكايات منوعات، نرجو منكم دعمنا في هذه القناة، وإذا عجبكم الفيديو اعملوا له شي إعجاب، وعملوا
يعني هذاك الجرس الرمادي باش يبقى يجيكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.